اي حد هيشوف الوصفة دي هيفتكرها كوردون بلو خالص. ده عبارة عن توست محشي جبن، واي حشوة ممكن بعد كده تحطيها فيها. الايام الجاية دي هنحتاجه كتير في تمارين، وممكن كمان تعملي الوصفة دي وصفة فطار او عشاء. لذيذة جدا، وخصوصا ان احنا الايام دي بالذات ما بنحبش نقف في المطبخ كتير، او ناكل او نطبخ اكلة صعبة وتاخد مننا مجهود. الوصفة سهلة جدا، اعملي للفيديو سيف علشان هتحتاجيه. انا اسمي رنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجة في الوصفة دي انا استخدمت التوست. اهم حاجة ان التوست بتاعي يكون فريش عشان تقدري ان انت تستخدميه كويس جدا. وابتديت ان انا اشيل الطروف كلها بالشكل ده. جبت النشابة وابتديت افرد كل قطعة من التوست بالشكل ده. الحشوة هنا بقى كانت جبن، وكان عندي شوية من البانيه قطعته مع الجبن. اول حاجة بقى بجيب بيضة ورشة من الفلفل ورشة من الملح، هربهم كويس مع بعض. وهجيب رغيف التوست بتاعي بعد ما شلت الطروف بتاعته بالشكل ده، وهدهن كل الجوانب دهنة حلوة من البيض. وهبتدي احط دلوقتي الحشوة بتاعتي في النص. انت ليكي حرية الاختيار في الحشوة دي. انا هنا عاملاها شوية بالجبن وشوية جبن مع قطع من البانيه. وبنقفلها كويس جدا بالحجاب زي شبه الحجاب بالظبط. هنكررها تاني، بس هنا هنحط حشوة الجبن والبانيه ونقفلها كويس جدا من الطروف. البيض طبعا هيسهلها معاكي خالص، ما يهمكيش لو اتقطع، عشان كده بقولك لازم يكون التوست بتاعك فريش زي الفل. تاني حاجة بعد ما خلصت كل الكمية دي خلاص، تاني حاجة بجيب بيضة بالشكل ده واحط عليها شوية من اللبن وبرده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهربهم كويس. اول حاجة هنزل كل اللي انا عملته في البيض واللبن، وبعد كده بقسماط. هخلص كل الكمية بالشكل ده، بيض لبن بقسماط، وبعدين بتحطه في التلاجة يعني يتماسك شوية 10 دقايق. بعد ما بحطه في التلاجة ويطلع معاكي بالشكل ده، جيبي بقى ووك وفيها زيت غزير كده يكون نوعية كويسة، وابتدي بقى حمري. وانتي بتحمري هتلاحظي بقى اللون الذهبي وقرمشة رهيبة. وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا جدا جدا، لازم تجربيها. الجبن سايحة وطعمها حلو قوي. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.